السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله النهاردة هعرفكم طريقة سهلة وسريعة جدا ومفيدة جدا جدا لكل ست بيت عندها شوية توم حطاهم في التلاجة، مثلا زرعوا معاها، أو مثلا عندها شوية توم راقدين من السنة اللي قبل اللي فاتت أو اللي قبل اللي قبل اللي فاتت. طبعا مفيش حاجة بتترمي خالص اليومين دول بعد زيادة الأسعار. فلو لقيتي التومة معاكي بدأت تزرع كده بالشكل ده، او مثلا انتي حطاها في التلاجة برضو وزرعت زي ما انا حصل معايا كده، مش هنسيبها لحد ما تبوظ طبعا. هتجيبي معانا او هتجيبي معاكي عندك انتي اي كبة. طبعا انا عندي الكبة دي، انتي ممكن ما يكونش عندك، هيبقى معاكي طبعا عندك الكبة العادية اللي هي بتاع الكمون والشطة، الكبة العادية اللي بتيجي مع اي خلاط، تمام. المهم او هتقوم في الهون اي حاجة اللي يعجبك يعني. هتحطي طبعا التوم بالشكل ده كده في الكبة، وهتجيبي معانا رشة ملح وحوالي 4 ل5 6 معالق زيت على حسب كمية التوم اللي عندك، تمام. وطبعا هتفرميهم يعني على حسب ما انت عايزة، انت عايزاه بقى خشن عايزاه ناعم براحتك برضو. المهم في كل الحالات بعد ما يتفرم معانا التوم ممكن يرقد معاكي في الفريزر. بصي يعني من سنة ل10 سنين مش هجراله اي حاجة خالص، ما دام الفريزر شغال طبعا مش مفصول. يعني طريقة سهلة وسريعة وموفرة للجهد وموفرة لانك تقعد تقشر التوم، وموفرة لان التوم مثلا ممكن يخلص عندك فجأة، وان التوم مش بيبقى موجود طبعا في السوبر ماركتات وكده. لكن هو في عندي مشكلة ان انا كإيمان ما بحبش اصلا التخزين، يعني ما بحبش اخزن اي حاجة. ماشي، بس انا لو لما تبقى مضطره بقى ان في حاجه هتبوظ مثلا زي توم او حاجه زي دي، لا انت هتضطري بقى تخزنيها في الفريزر علشان الباقي اللي عندك ما يبص. يعني انا جايباه من اول السنه طبعا كنت بعمل بقشر منه اول باول. طبعا لما لقيته بقى بدات راس التومه معايا تهبط كده او تخف، فحسيت انه هيبوظ وبدا يزرع معايا، فقشرتهم حطيتهم في التلاجة برضو. بصيت لقيته هيزرع زيادة، فقلت لا بدل ما يبوظوا اصلا اخدهم افرمهم وشوية زيت وشوية ملح واكياس فول او اكياس تلاجة لو عندك، هتحطيهم في الفريزر. لكن نصيحتي ما تحطيش التوم المفروم ده زي ما بشوف كده على اليوتيوب، في اللي هم اليوتيوبر اصحاب القنوات بتاع اليوتيوب دايما بيحطوا التوم في برطمانات يحطوه في الفريزر. طبعا كده غلط جدا جدا، وحاجه مش صحيه، لانك بتجيب الحاجه من الفريزر من الساقعه جدا تحطيها مثلا على النار سخنه جدا، وده طبعا مضر لاي حاجه مجمده. ما ينفعش تيجي من الفريزر على النار على طول، لازم تسيبيها تفك الاول. وكمان ما ينفعش تطلعيها برضو بره الفريزر، لازم تسيبيها تحت في التلاجة تفك الاول قبل ما تحطيها على النار. المهم آه نسيت. المهم ايه، ايوه، بعد ما فرمنا الثوم طبعا ناعم كده ما تحطوهوش برضو ببرطمانات زي ما قلت لك، هتحطيه في اكياس فول زي ما انا هعمل دلوقتي كده. بذكرك حبيبتي وانتي قاعده كده، اضغطي على زرار اللايك وكمان اكتبي لي تعليق تحت الفيديو ده لو عجبك الفيديو. ما عجبكيش الفيديو خلاص مفيش مشاكل خالص، اضغطي لايك وخروجي من الفيديو، وبرضو شرفتيني على كل حال. المهم تجيبي بقى اكياس فول وتحطي فيها الثوم بالشكل ده كده. طبعا ده تفاديا لاي شويه توم هيروحوا. يعني انت لو عندك توم بايظ، انا بتكلم في حاجه يا جماعه غير اللي انتوا فاهمينها. موضوع التخزين ممنوع نهائي يا جماعه، انا ما بخزنش انا ضد التخزين تماما. عشان انا قلت في فيديو قبل كده انا ضد التخزين. ما جيش دلوقتي واحده تكتب لي اصل انت قلتي التخزين مش كويس وجايه دلوقتي تخزني. لا، انا بقول لو حاجه هتبوظ عندك وحاجه زي دي مثلا توم او حاجه زي دي مثلا مش موجوده على طول يعني، فاحنا نتفادى انها تبوظ وتترمي، عشان الوضع صعب جدا جدا في انك ترمي اي حاجة. فهنضطر بقى ان احنا نقشرها، تفرميها في الكبة، رشة زيت رشة ملح، تحطيها في كيس بالشكل ده كده، وبعدين تحطيها في الفريزر. بصي ممكن تقعد معاكي بقولك من سنة ل10 سنين، تستخدمي منها بسهولة جدا. بس ما تحطيهاش في برطمانات على بعضيها وهي لسه مطلعاها من الكبة يعني. هتحطيها الاول كده، انا في كل الحالات هحطها في البرطمان بس خليكي معايا لاخر الفيديو بالشكل ده كده، او بسكينه بقى او باي حاجه. انا طبعا بستسهل موضوع ايدي كده اسرع، تمام. هتحطيها بقى تجمد في الفريزر وتبقى تاخدي منها كده مكعب بمكعب، تبقى سهله جدا وسريعه جدا
وكمان انت برضه هتحطيها في برطمانات بعد كده عشان ما تاخدش معاكي مكان في الفريزر، لكن انت هتحطيها الاول تجمد، وبعد ما تحطيها تجمد هتبص تلاقيها هي يعني طلعت معاكي من الكيس لوحدها. هتاخدي بقى مكعب ومكعب وتحطيه في البرطمان. تمام. يعني اتمنى يكون بقول حاجة مفيدة. اتمنى ان يكون الفيديو عجبك، ولو ما عجبكش برضو ضغطي لي لايك. لا تحقرن من المعروف شيئا. تمام. فمش هتخسري حاجة، اضغطي على زرار اللايك عشان اقدر انزل لكم فيديوهات تانية كتير، عشان اليوتيوب يفترض الفيديوهات بتاعتي وانا اقدر انزل فيديوهات تانية، لان لو انت ما ضغطتيش لايك مش هنزل فيديوهات تانية للاسف، او هيبقى هتبقى المشاهده ضعيفه، فهيبقى صعب عليا ان انا انزل. فمش هتخسري حاجه، اضغطي على زر اللايك قبل ما تخرجي من الفيديو. طبعا انا كده بعد ما حطيتهم في الفريزر لمده نص ساعه، مش كتير طبعا عشان وقت الفيديو، انا مش هقعد بقى يومين يعني جنب التوم عشان يجمد عشان اوريهولك، بس انا حبيت اوريك الفكره. انا كده سبتهم في الفريزر نص ساعه بس كده، فانا هوريك الفكره وارجع ارجعهم تاني في الفريزر. تمام. بصي بقى الجمال، يعني مفيش حاجة اسمها تحطي بقى تجيبي سكينة وتقعدي بقى تخلعي من البرطمان ويبقى متكتل على بعضه، ويبقى صعب لو انت مستعجلة مثلا، صعب هتسيبي البرطمان كله يفك وترجعي تحطيه في الفريزر تاني، ودي حاجة طبعا مش صحية خالص. الحاجة لما تطلعيها من الفريزر تفك خلاص ما ينفعش ترجعيها تاني، فانت هتطلعي مكعب ومكعب على قد ما انت عايزة. بس نصيحتي بقى قبل ما تستخدمي التوم، ما تطلعهوش برضو مكعب ومكعب وترميه في الزيت على النار، لا، طلعي مثلا مكعبين ثلاثة زي ما انت عايزة وحطيهم جنبك في طبق على البوتاجاز او على الرخامة، عبل ما تعملي اللي هتعمليه هتبص تلاقيهم فكوا في ثواني. طيب مثلا انت محتاجاه لسمك، برضو هتطلعي مكعبين ثلاثة كده، هتحطيهم في طبق وتحطي برضو عليهم التوابل اللي انت عايزاهم. طبعا احنا مش حاطين عليهم غير ملح بس، لان وارد ان احنا ممكن نستخدم التوم لاي حاجة تانية مش محتاجة توابل غير الملح، فانت هتحطي ملح وزيت فقط لا غير. وصفة سهلة وسريعة حلوة جدا. بعد ما تحطيه في الفريزر ربع ساعة كده، وتيجي تمسكي البرطمان تهزيه، علشان لو كانت المكعبات دي مسكت في بعضيها يعني تبعد عن بعضها، ويبقى سهل ان انت تستخدميها بعد كده. شايفين الجمال، شايفين السهولة؟ ايه رأيكم بقى؟ فكرة جهنمية. طيب اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وفي نهاية الفيديو بشكر كل اللي شاهد الفيديو لحد الاخر، وبذكرك تضغطي على كلمة اشتراك الحمراء اللي تحت الفيديو علشان تبقى ضيفة جديدة عندي وتشاهدي كل فيديوهاتي. اشوفكم في فيديوهات جاية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.